هذا الكلام. أنا سألت سؤال في البداية، سأعود وأسأله لاحقا، لكن كيف تردين على هذا الكلام؟ الغرب يعني أساء أو تمادى في الإساءة للمقدسات الإسلامية والمسلمين، وهو لا يفهم إلا لغة القوة، وليس أمامنا إلا أن نظهر له العين الحمراء. تفضلي. تحياتي دكتور فيصل، شكرا لك ولكل الأخوة العاملين في تلفزيون الجزيرة. كل الأديان والعقائد عبر التاريخ البشري تعرضت للنقد والتجريح، وهذا ما ساعد على إصلاحها وتطويرها مع الزمن. العقيدة التي تقطع رقاب منتقديها مصيرها أن تتحول إلى إرهاب وطغيان، وهذا هو حال الإسلام منذ أن بدأ وحتى تاريخ اليوم. حكم على أتباعه بالسجن، ومن تجاوز عتبة ذلك السجن لقي حتفه. لقد استطاعت الرسوم الدنماركية أن تسقط الحجر الأول في جدار ذلك السجن، وتفتح طاقة كي تدخل منها أشعة الشمس بعد أن طال ظلامه. سيذكر التاريخ يوما الأستاذ فليمنغ روز رئيس تحرير الصحيفة الدنماركية التي نشرت تلك الرسوم. هذا ما قلته له عندما زارني في بيتي، وقلت للدنماركيين في الكلمة التي ألقيتها في مقر البرلمان الدنماركي: خيرا فعلتم، أعيدوا نشر تلك الرسوم كلما أتيحت لكم الفرصة. الصحيفة الدنماركية مارست حقها في حرية التعبير، والحريات أقدس مقدسات الغرب ولا شيء يعلو عليها. ولكن لو لم يكن الإسلام على ما هو عليه لما ظهرت تلك الرسوم، فهي لم تأتي من فراغ، ولم ينبشها الرسام من وحي خياله، بل كانت انعكاسا لمعرفته. فالإبداع في أي حقل من الحقول هو انعكاس لمعرفة المبدع. لا أشك أن ذلك الرسام قد قرأ الكثير عن الإسلام واستوحى تلك الرسوم من قراءاته. فالرجل الغربي الذي يقرأ قول محمد: جعل الله لي رزقي تحت حد سيفي، لا يمكن أن يتخيل عمامة محمد على شكل حمامة سلام وليس على شكل قنبلة. على المسلمين أن يتعلموا كيف يصغون إلى انتقادات الآخرين، علهم يعيدون النظر في التعاليم الإرهابية التي بين أيديهم، ومتى استطاعوا أن يفعلوا ذلك سيراهم العالم بطريقة أفضل، ثم سيرسمهم بطريقة أفضل. تأتي قيمة الحدث من ردة الفعل عليه وليس من الحدث نفسه. ردود فعل المسلمين التي اتسمت بالوحشية والهمجية والتخلف زادت من قيمة تلك الرسوم وأعطتها أهمية أكثر مما تستحق، ببساطة لأنها أثبتت صحة تلك الرسوم، وأثبتت صحة الرسالة التي أرادت تلك الرسوم أن ترسلها. المسلم مخلوق ارتكاسي غير عاقل، سلبته تعاليمه عقله وحرضت عواطفه، ولذلك سقطت به إلى مستوى مخلوق دوني لا يستطيع أن يضبط نفسه ولا يستطيع أن يرد على الأحداث بطريقة عقلانية.